احنا مال اهالينا ما يولعوا الجوز. لا اله الا الله. اعلامنا العظيم ماسك الخطه وماشي في السريع، بس هو عدى الحدود، دخل على الليفل بتاع قبل الوحش. الليفل اللي بعديه هنشوف خلاص افلام بورن وهنشوف مدعره وتبقى الدنيا زفت. انا اسف بالالفاظ، بس والله ما كنت ناوي اتكلم وساكت بقالي فتره، لكني لازم ادخل اتكلم. الموضوع بمنتهى البساطه ان ظهر لنا واحده من البلوجر اسمها هدير عبد الرازق من فتره، وكانت بتطلع تعمل ايه؟ هي المفروض انفلونسر وبتجيب الهدوم وبتعمل عرض الازياء، تقعد وتشغل الكاميرا وتجيب بيجامات وهدوم داخليه بتاعت ستات. ما ينفعش حد يشوفها غير جوزك في شهر العسل، غير كده غلط. وهوب يظهر لها فيديو بذيء، فيديو صعب ان الواحد يتكلم على تفاصيله، وانتشر وسط الناس، واللي يبيعه ب 200 واللي يبيعه ب 300 واللي يهادي بيه صاحبه ولا مديره في الشغل، واللي ما شافوهوش قليلين الا من رحم ربي من الناس العباد المخلصين اللي يخافوا رب العالمين. وسكت ساعتها وشدت بلاستر وقلت مش مهم، هنقول ايه؟ ما هي ست وربك ستار حليم، وغطى علينا بغطاء ستره، لولا ان هو مغطينا كنا اتفضحنا اجمعين. وطلعت البنت بعديها باسبوع وقالت انا مش قادره اعيش وسط المجتمع، الناس بتكلمني وبتقول لي وبيبصوا لي بالفاظ وطريقه ما ينفعش اعيش بيها وسط البني ادمين. صعبت عليا وقلت فعلا ما اللي زي حالاتها ايام زمان لو كان بس شم خبرها مش اتشاف الفيديو كانت تتنقب، كانت تتحجب، كانت تختفي تروح محافظه تانيه. ما هو لازم ما تظهرش وسط الناس لغايه لما الناس تنساها. هوب ثبتت الناس شويتين، هوب يظهر حد ما تعرفش متفقه معاه ولا هو عايز يركب عليها ترند اسمه محمد اوتاكا ولا احمد اوتاكا عليه وعلى عينه، وقال لك انا ابو الرجاله وانتوا بتعملوا ايه وانتوا ما تتكلموش عليها وانتوا عندكم ستات. وهوب يطلع يعمل معاها فيديو مش عارف ماشيين على حمام سباحه بالليل، يزقها في الميه فتطلع من الميه انا اسف لابسه شفاف والميه لزقت، فالمسائل كلها بقت مفضوحه. وكده هي قدام القانون لا قالت الفاظ ولا طلعت عريانه. يا سلام، يهدى الموضوع لغايه كده؟ لا ابدا. فيديوهات بقى واحنا بنخرج مع بعضينا واحنا العلاقه صداقه، هوب العلاقه طورت، انا مش عارف بحبها بتحبني، وهوب يتخانقوا مع بعضيهم ويقول لك انا انفصلت عنها، انتوا ما تعرفوش اللي بيني وبينها ايه، ده انا بيني وبينها فيديوهات لو وصلت اقل فيديو يعمل ترند اكتر من اللي قبليه. يعني احنا نفكر دلوقتي الفيديوهات اللي بينكوا ايه؟ يروح جاي في صدى البلد مستضيفين الولد من يومين، وانت ايه اللي حصل ويا عيني اتخانقتوا ليه؟ يا جدعان ما يولعوا، انتوا جايبين مين؟ احنا مال اهالينا ما يولعوا الجوز. لا اله الا الله. معلش انا اسف منفعل لان صعبان عليا ولادي وكل ولادكم اللي طالعين يسكتوا ابدا. تروح طلعنا الاخت ياسمين الخطيب تستضيف بقى هدير عبد الرازق عندها في قناه النهار، قلت اكيد هتقعد تقول خلي بالكم ونحذر البنات، الموبايل ممكن يبقى مخترق. وهي البنت تتكلم عن مشكلتها ان ازاي الموبايل بتاعها غصب عنها مع جوزها زي ما كان بتقول سربوا الفيديو بتاعها عشان ينصحوا البنات. لا ده طلعت انا اللي غلبان. تقول لها انا بعد الفيديو بتاعي يا استاذه ياسمين جالي عرسان كتير من الخليج ومن جوه مصر ومش عارف يا ست كل اللي جالك دوا راجل لا مؤاخذه. ما هو لا، مش عشان انت بني ادمه وحشه وربك فعلا ستار حليب، بس لو انت عايزه تتوبي كنت اختفيتي، بس اللي يجيلك وانت راجعه تاني بقوه وحميميه قوي كده يبقى الراجل لا مؤاخذه. فنتفاجئ في وسط الانترفيو ان الاخ اوتاكا في الاستوديو ودخل قال ايه بخاتم ليها وبيقول لها حقك عليا، والتانيه بتقول لها اهو جاي يخطبك انت موافقه؟ قالت لها لا مفيش مشاكل، ويقدم لها الخاتم. طب بذمتكم، بذمتكم انا مش عايز اقول اي الفاظ، بحاول احترم نفسي، ده كلام يتقال؟ دي شخصيات تجيبوها؟ دي مواضيع تطرحوها؟ انتوا بتعلموا البنات ايه؟ ان الفلوس اهم من اي شيء، وان سيبك اي حاجه هتعدي وان ناس هتنسى، ومش مهم اللي يبص لك في الشارع، ومش مهم تتوبي تختفي على جنب، المهم تكملي في سكه الترندات وفلوس تبقى ماشيه ايديكي زي السبيكات وزي الفل. نسيبها للسوشيال ميديا، اي واحد جاهل ولا متنيل ولا ما نعرفش بيئته ايه يطلع على اولادنا بافلامه، واولادنا الصغيرين يبقوا عندهم شغف يشوفوا الدنيا ماشيه ايه فيتعلموا منهم فيلقطوا منهم. وما تقوليش انا هعلم ولادي، علم ولادك ده شيء جميل، اخلاق واصول ودين، بس زي ما انت بتعلم ابنك
ما هو في حرب شغاله عليه. هتمنع ازاي الموبايل من بين ايديه؟ طب هتمنع منين ان هو يبقى قاعد في شغله ولا في مدرسته ولا في كليته، واحد من اصحابه اللي مش مؤدبين يقول له بص الناس دي بتقول ايه، ولا يتفرج على الفيديو بتاعها؟ احنا وصلنا لايه؟ الخطوه اللي جايه ايه؟ لا اله الا الله. مستنيين بجد ايه؟ ان احنا نبتدي نعرض بقى افلام بورنو للبلوجر؟ ان احنا نبقى الحياه فل؟ انا اسف في الالفاظ، انا هفضل اقول اسف لاخر الفيديو. انا ضد هدير وضد اوتاكا وضد كل الاشكال دي. انا ذنب اهلي ايه؟ انا اولادي اقعد اعلمهم واحفظهم قران واقول لهم الصح والغلط، وتقعدوا تضغطوا عليهم ليه؟ حتى كمان اللي بنقعد نشقى طول عمرنا عشان نطلعهم بني ادمين، عمالين تشوهوا فيهم وتبوظوهم. يا جدعان فوق، لا اله الا الله. مش في حاجه اسمها نقيب الاعلاميين؟ مش في حاجه اسمها تعالى يا ست المذيعه، تعالى يا معد، تعالى يا رئيس القناه؟ انت جبت الناس دي تتكلم في مواضيعها ليه؟ بدل ما نداري على خيبه ونحط عليها باجور، لا احنا عمالين نظهرها ونقول اهي بصوا احنا بقينا عاملين ازاي. كمان 5 سنين بالكتير ولادكم تصرفاتها هتبقى عامله ايه؟ هيبقى الصح والغلط بيتحسب ازاي؟ ارحموا دماغ ولادنا، مش لعبه في ايديكم. اخرتها وحشه. انتوا بتقللوا من انتماء والقيم والمبادئ اللي تخلي فيه مواطنين. لو حصل اي مشكله دلوقتي خلاص، لا في مبدأ ولا في اصول، كله ماشي عامل فيها مهبول. المهم يعرف يجيب منين القرشين، وتكلم لي بقى على الاخلاق والقيم والدين. مش كده ولا ايه؟ سلام عليكم، تتمسوا بالعافيه.